حد هنا يقدر يقول لي ايه دوره في الحياة اللي يقدر يفخر بيه بعد فترة من الزمن ويقول انا وانا صغير كنت بعمل كذا، كان كل يوم بيعدي عليا بيحصل كذا. الحاجات اللي انت هتفخر بيها وتحكيها لأولادك وتحكيها لأصحابك بعد ما تكبر بقى كده وتعجز وتقعد ويبقى لك أحفاد ويبقى لك أولاد، وتقعد تحكي لهم بقى مأساتك في الحياة وذكرياتك وضحكك وفرحك وعياطك وزعلك كل حاجة. اما تقعد تحكي لهم بقى حاجتك دي وتكتب مذكراتك، سواء هتدونها على ورق او هتدونها بحكايات لأطفال، هتقول لهم ايه؟ انت هدفك النهاردة في الحياة ايه؟ انت محتاج ايه من الحياة؟ محتاج ايه من الدنيا؟ طب الدنيا محتاجة منك ايه؟ طب احنا اتخلقنا ليه؟ ربنا سبحانه وتعالى قال لك وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. احنا عايشين علشان نعبد ربنا. هل احنا دلوقتي بنعمل كده فعلا؟ عايشين عشان كده؟ ملهيين بالشغل والفلوس والصفقات واللايفات ودنيا كتيرة كده، غش وخداع وكذب ونصب وسرقة، نضحك على راجل عجوز ونكلفته في فلوس، نبعت رسالة وهمية لأي حد ويبقى جاهل ما بيعرفش يقرا فيدينا رقم الفيزا فنسحب الفلوس من عليه وابقى انا كده واد صايع. وحاجات كتير اوي نقول عليها، يعني مش هنقعد نحكي كل حاجة غلط بتحصل. دار على الكيف والمزاج، مخدرات والشرب والبودرة والحاجات دي، نروح نسرق بيتنا عشان نشتري بيه حاجات دراجز. فاحنا دلوقتي عايشين عشان الهدف ده. شباب، بعدنا اوي عن الطريق الصح. طول ما انت ماشي في الطريق الضلمة الضلال الغلط صعب ترجع للنور تاني. الطريق اللي انت بتمشي فيه مسافة طويلة وتقطع فيه اكبر مسافة ممكنة، سهولة العودة ليك هتبقى صعبة جدا لانك قطعت مشوار جامد، محتاج ترجع كل المشوار ده تاني. يعني حتى بقولك حكمة، لو ركبت القطر الغلط انزل في اول محطة. كلما زادت المسافة الغلط كلما زادت تكلفة الرجوع. يعني انت مشيت 20 سنة في الغلط هتقعد ترجعهم تاني بظهرك، لان الذنب بيبقى موجود، بيطلع واحدة واحدة من الجسم ويطلع واحدة واحدة من القلب. الناس اللي هي ملتزمة أوي تلاقيها جامد مع ربنا، صعب ان الشيطان يضحك عليها ويسوي لها كده اي حاجة على طول كده على السريع. انت ممكن الشيطان يوسوس لك اي تركاية كده في ثانية كده تكون واقع في الغلط وراه على طول، مش هممك بس اللي وصل ان هو ما يفكرش كمان. يعني انا هقولك، كان في مرة الشيطان كان معدي هو وأولاده بينقل من مكان لمكان، لقى بيت بسيط جدا. البيت ده كان موجود فيه راجل ومراته وابنه طفل رضيع وعندهم جاموسة. فهو كان في الغيط، فزوجته بتحلب الجاموسة وقامت سايبة الطفل الرضيع على الأرض. المكان ضيق أصلا صغير عليهم. الشيطان قام محرك الوتد اللي مربوط بيه الجاموسة خافت، داست على الطفل الصغير موتته. الأم جت لما شافت كده جالها حالة ذعر، جابت سكينة وقتلت بيها الجاموسة. لما دخل جوزها ولقاها ماسكة الجاموسة وعمالة تضرب فيها بالسكينة، أما موتها، ضربها بالفاس اللي في ايده موتها على طول. اتفاجئ ان ابنه مات ومراته ماتت والجاموسة ماتت. كل ده عشان ايه؟ الشيطان عمل ايه؟ بس حرك الوتد. فيا ترى بقى هو بيحرك لك الوتد ولا ما بيلحقش يحرك الوتد؟ ارجعوا يا شباب، ارجعوا لطريق ربنا. بالله عليكم تنسوا الدنيا شوية تفكروا في الآخرة. احنا مش عايشين كتير. لو عشنا 100 سنة، بعد 100 سنة مش هتلاقي
حد من اللي احنا موجودين معاهم دلوقتي موجود على الارض دي. الارض دي في اللي هيورثها، شغلك في اللي هيشتغل مكانك، حياتك في اللي هياخدها. انما انت هتروح بروحك انت، جسدك هيتاكل في الارض، مش هيفضل الروح اللي هتحاسب عند ربنا. بالله عليكم ارجعوا، خدوها نصيحة من اخ كبير او صغير، ترجعوا تاني لطريق ربنا.